يا أهلا بالفيلموية. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة حابين نشكركم على تفاعلكم ودعمكم على فيديوهاتنا، فما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدأ. بيبدأ مسلسلنا عند نهر اسمه الهان، وبيكون هناك واحد اسمه جين سو، وده بيكون البطل كان قرب انه ينهي حياته، بس قبلها فكر هو ازاي وصل للوضع ده، وهو ان صاحبه وعده بأرباح حلوة من استثمار معين. فجين سو خد كارد عشان يشارك، بس صاحبه اختفى فترة طويلة وما كانش بيرد على أي رسايل، لحد ما في يوم اعتذر لأنه ما قدرش يرجع الفلوس. وده بيعلمنا ان بعد كده ما حدش يثق في حد غير في ابوه وامه. وجين سو كان شغال في البقالة وما قدرش يدفع الكارد، فبدأ ياخد شغلانات كتير علشان يعوض، بس للأسف ما كانش بيعرف يعمل حاجة غير شغلانات بسيطة بفلوس قليلة. وفي الآخر والديانة كانوا بيخبطوا على بابه وبيطالبوه بالفلوس، فهرب منهم ودار نفسه وسط جمهور كانوا بيصوروا فيلم. وجين سو كان مستعد عشان ينط، لكن فجأة جات له رسائل غريبة، وفجأة لقى مبلغ كبير اتحط في حسابه البنكي، وفي المقابل طلبوا منه يركب عربية، وبعدها وصلت ليموزين. يا بختك يا عم تاخد لفة. وجين سو ركبها بس مفيش حد كان بيرد على أسئلته، وبعد شوية العربية وصلته المسرح، وهناك لقى ترابيزة عليها فلوس وظرف أحمر وكروت مرقمة، وبيكون جوه الظرف ورقة بتشرح اللي بيحصل. وجين سو دلوقتي في العرض الثامن، وعرض بيخلي المشاركين يبدلوا الوقت اللي مستعدين يضيعوه بفلوس، والأكل والسكن متوفرين ببلاش، وكل ما الوقت بيعدي الفلوس بتزيد. العرض بيخلص لما الوقت المحدد بينتهي أو لو حد من المشاركين مات، فلو جين سو مش عايز يكمل يقدر ياخد الفلوس من الترابيزه ويمشي بتاكسي، ولو عايز يكمل لازم يختار رقم. وبعد ما جاله رسائل تانية بتفكره بديونه، فجين سو اختار رقم 3 ودخل من الستاره، ولما الابواب قفلت وراه لقى مكان فخم جدا وساعه، وفي سلالم بتوصل ل8 ادوار، وفهم انه لازم يروح للدور الثالث، واستخدم الكارت وفتح القفل، ولكن لما دخل اتفاجئ ان الاوضه فاضيه وفيها شاشه بتعمل نفسها شباك وكاميرات. وهو جوه الاوضه لقى لبس موحد وكتاب في القواعد، وبيكون لازم ان كل مشارك يغير هدومه ويلبس اللبس الرسمي ويسيب حاجاته الشخصيه، وعشان يعرفوا هم جمعوا كام بيبصوا على لوحه النتائج. وطبعا بيكون الاكل والسكن متوفرين ببلاش، لكن اي حاجه اضافيه لازم يدفعوا ثمنها، والفلوس بتتخصم من الجايزه. ولو حد عايز يشتري حاجه يقدر يستخدم الجهاز الخاص بيهم، واي حاجه هتستخدم بره الاوضه لازم يشتروها من الساحه الرئيسيه. والقواعد بتقول ان المشاركين لازم يقعدوا في اوضهم من نص الليل لحد الساعه 8 الصبح، وممنوع يمنعوا الكاميرات، وان كسر القواعد يعني خصم نص الفلوس. وبيبدأ العرض مع نص الليل، ولما جين سو لبس بسرعة لقى لوحة النتائج بتوري إن فلوسه بتزيد 30,000 و60,000 و90,000 مع مرور الدقايق. هنيالك يا عم. فجين سو فضل قدام الشاشة وهو بيبص على الفلوس وهي بتزيد، وبيحسب هيقدر يكسب قد إيه في الآخر. وفجأة احتاج يدخل الحمام، لكنه افتكر إنه ممنوع يخرج. استخدم الجهاز يسأل عن حمام بس مفيش حد رد عليه، وطلب بطاطين عشان البرد لكنه عرف إنها ب1,000,000، فقرر يستخدم كرتون وجرايد ينام عليهم. بطانية ب1,000,000 دي الأسعار ولعت. وتاني يوم الصبح صحي ولقى انه جمع فلوس كتير، وسمع صوت حد من المشاركين بيقول للكل يخرجوا عشان يتعرفوا. ولما دخل الساحه الرئيسيه اكتشف ان كل حاجه هناك مزيفه ومفيش حمام. المجموعه لاحظت ان الساعه بتقول 36 ساعه بدل 24، وبداوا يسالوا عن المشتريات في الساحه، وفي واحد من المشاركين طلب سجاير وولاعه. ولما الحاجات وصلت في الوقت على الساعه قل، وبيكون في واحده من المشاركين اسمها يانج بتجري على اوضتها في الدور الثاني عشان تشوف لوحه النتائج، لكنها ما لقتش فلوسها اتغيرت. والمجموعه فهمت ان الحاجات في الساحه بتشتري بالوقت، فقرروا يوقفوا انهم يشتروا كتير عشان يكسبوا فلوس اكتر ويطولوا مده العرض. واتكلموا عن ايه الاساسيات المهمه، وفي الاخر اشتروا 8 جردل بلاستيك وورق تواليت وفوط صحيه واكياس زباله وسجاير. وبيكون في ساره من الدور الثامن بتستغرب لانها كانت استلمت 12 وجبه، وبعدها اكتشفوا ان كل حاجه بتوصل للدور الاخير، ولانهم ما ينفعش ياخدوا حاجات من اوضهم ولازم يبعتوا الاكل. والمجموعه راحت اوضه ساره واتصدموا لما لقوا اوضه كبيره متزينه بحاجات فخمه، وبيكون ساره اشترت حاجات كتير لان معدل فلوسها عالي جدا، والباقيين شاركوا معدلاتهم، واكتشفوا ان كل ما الدور يبقى اقل الفلوس بتقل في الدقيقه. وفي فلاش باك شفنا ساره وهي جايه للمسرح بفستان شيك ووقعت قهوتها على السجاده، واختارت رقم 8 بالصدفه. ولما دخلت الساحه حاولت تنط في البسين بس خبطت وشها في المايه المزيفه، وهي في اوضتها لبست اللبس الرسمي واستخدمت السجاير عشان تحرق هدومها القديمه، وبدات تشتري حاجات فخمه لحد ما فلوسها خلصت، بس لان معدلها عالي وبعد دقيقه كان عندها فلوس كتير تاني، وبعتوا لها الوجبات. وفي الحضر المجموعه شافت كل الاوض ولاحظت ان الاوضه اللي في الدور الاول صغيره جدا، ودي الاوضه بتاعت سان جوك اللي اختارها عشان عنده رجل تعبانه. وبعد كده بعتوا الوجبات للدور الاول، وبيكون في واحد اسمه فيليب من الدور السابع جاب فكره، وهي ان كل واحد ياخد علبه اكل في اليوم، ولو حد عايز زياده فالعلب الباقيه تتقسم على الكل. وهم بياكلوا ساره تقريبا استخدمت كل الوقت عشان تشتري هدوم حلوه، والمجموعه بتغضب وبيبداوا يشتموها، بس هي قالت لهم ان لما بيطلعوا ينزلوا السلالم الوقت بيزيد تاني، والمشاركين بداوا يعملوا كده من غير تنظيم، بس الساعه برضه وصلت للصفر، ولحسن الحظ اتصفرت ورجعت ل 24 ساعه. وفي الليله دي اشتروا حاجات بسيطه لاوضهم زي بطانيه او حمام متنقل، وبعدها قضوا كل ساعاتهم بيجروا وبيروحوا السرير تعبانين، والاكل مش كافي عشان يحافظوا على التمارين دي، فعملوا خطه
وقسم المجموعه لفريقين من 4 وكل فريق يجري يوم ويستريح يوم، وبالطريقه دي هيستريحوا وهياكلوا بس في الايام اللي بيشتغلوا فيها. ولما سانجوك ما قدرش يجاري الساعه بسبب رجله، فالمشارك رقم 6 مسك ايده ووجعها عشان يجبره انه يشتغل، وتشونجا اللي في الدور الثاني قررت تساعده وبتجري مكانه، ونفس الحاجه حصلت بعد يومين، والمره دي جينسو اتدخل. والباقيين فاكرين ان سانجوك ما ينفعش ياكل لو مش هيشتغل، بس تشونجا عاتبتهم على انهم عايزين يجوعوا بني ادم. ومع مرور الايام المشاركين بيشتروا حاجات اكتر لاوضهم، بس الزباله بتكتر، وسانجوك تطوع انه يحط كل الزباله في اوضته. وفي يوم فيليب لاحظ حاجه غريبه في الساعه، وهي الوقت ما زادش خالص النهارده وقت الجري، والكل بيرتاح والوقت زاد 10 دقايق بس. وساره قالت انها مش هتجري تاني ومش مهتمه بشكاويهم، وقالت انها لاحظت ان الفقراء بيستخدموا الوقت المشترك عشان يشتروا حاجاتهم، وده مش مشكلتنا. وبعد الجري ل6 ساعات لاحظوا ان الوقت زاد 20 دقيقه، وافتكروا ان يوم شغلهم هيظهر قريب. وتاني يوم الصبح اكتشفوا انهم ما خدوش اي وقت زياده وانه قرب يخلص، والمجموعه بدات تجري تاني لحد ما يانج جالها تشنج. وبيكون في ممرضه من الدور الخامس واللي بيكون اسمها مون يونج، وعرفت انه صرع، فقالت الادويه اللي محتاجاها. تشونجا جريت تشتري الدواء، بس المشارك رقم 6 منعها وقال انها مش هتموت من التشنج، فما ينفعش انهم يضيعوا اخر كام دقيقه، وده عمل خناقه بينهم وبداوا يضربوا بعض عشان يشتروا الدواء او يمنعوا. فجينسو قدر يهرب من الزحمه ووصل للجهاز وطلب الدواء بسرعه، وفجاه ساره ضحكت وشاورت للساعه اللي دلوقتي بتقول 40 ساعه. ولما الدواء ظهر المجموعه بصت للكاميرا وفهمت ان الخناقه كانت تسليه، وده اللي العرض عايزه. وفي فلاش باك شفنا فيليب وهو بيوصل وفكر كويس قبل ما يختار رقم 7، ولما دخل اوضته عمل الحسابات اللازمه وطلب مكتب وقلم وورق عشان يبدا ياخد ملاحظات عن العرض. وفي الوقت الحاضر المجموعه فهمت ازاي الدنيا ماشيه، انهم بيكتشفوا النظام ويجروا عشان الوقت كان مسلي في الاول، بس بعد شويه بقى ممل، وده ليه ما قبضوش فلوس. وجينسو بيسلي نفسه في اوضته بس مفيش فايده. المجموعه اتجمعت عشان تتكلم وتشوف هتعمل ايه بعد كده، ووافقوا يعملوا عرض مواهب. بالطريقه دي يقدروا يجربوا حاجات مختلفه ويشوفوا ايه اللي ينفع. وفيليب بيبدا الاول ولعب على الفلوت وعمل اداء جامد وجاب لهم 24 ساعه، ووافقوا يعملوا العرض كله تاني يوم، واتكلموا عن المده اللي عايزين يقعدوا فيها في اللعبه. وبما ان سانجوك هو اللي بيكسب اقل فلوس فسابوه يختار، وهو قال انه محتاج مليار، وده معناه انهم هيحتاجوا حوالي 75 يوم. وقبل ما يروحوا يناموا اشتروا الحاجات اللي هيحتاجوها للعرض، بس جينسو ما قدرش ينام لانه ما عندوش موهبه ومش عارف يعمل ايه. وتاني يوم العرض بدا، فمونيونج غنت وجابت 10 ساعات، والمشارك رقم 6 كسر شويه طوب وجاب 15 ساعه، وتشونجا كمان كسر الطوب وعملت شويه حركات فجابت لهم 17 ساعه برغم انها جرحت ايديها. ويانج عملت فقره تقليد بس جابت لهم بس ساعتين، وجينسو حاول يعمل رقصه هبله وما جابش غير 18 دقيقه. وباستخدام مجموعه من الادوات سانجوك عمل زي المهرج وجاب 30 ساعه. ولما جه دور ساره قالت ان موهبتها هي الشقاوه، والمشارك رقم 6 اتطوع يكون شريكها، وده جاب لهم 69 ساعه. وتاني يوم الصبح سانجوك لاحظ انهم ما بقوش بيجروا، فحب يناقش موضوع الزباله علشان اوضته مليانه. وبعد جدال كتير اتفقوا انهم هيصوتوا على الاوضه اللي هتخلي الزباله عندها بعد كده، وخدوا يوم كامل يفكروا، وفضلوا بيتكلموا مع بعض في السر عشان يشتروا الاصوات. وفي اليوم اللي بعده استخدموا ورق عشان التصويت يبقى سري، فجينسو وساره كل واحد فيهم خد 3 اصوات، وبعد ما لقوا ورقه فاضيه فتحوا اخر صوت واللي كان لساره. وفي الاول لعبت معاهم بس بعدين قفلت اوضتها ومحدش قدر يدخل. وتاني يوم ما بعتتش علب الاكل للادوار التانيه، كان لازم يعني تتفقوا عليها. وفي فلاش باك بيوروا سول يانج وكانت محتاره جدا تختار رقم كام، وفي الاول اختارت 8 وبعدين غيرته ل4، واشترت ارخص فرشه ونوت عشان تكتب رسائل تحفزها. وفي الوقت الحاضر المجموعه كانت جعانه وبيتوسلوا لساره، وحتى مونيونج بدات تهلوس. بس في الاخر جينسو ويانج اتطوعوا انهم هيحتفظوا بالزباله عشان ادائهم كان وحش في عرض المواهب. فيليب بلغ ساره بالترتيب الجديد ووافقت تبعت الاكل تاني بعد ما سابوها تشتري شويه هدوم بوقتهم المشترك. الناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء. وبعد شويه ساره قالت لهم انهم يلعبوا لعبه الملك كنوع جديد من الترفيه، واستخدموا 8 كور وكتبوا 7 ارقام وحرف كي، واللي يطلع له حرف الكي يبقى الملك لجوله واحده ويقدر يأمر الارقام اللي يختارها يعملوا ايه. فمونيونج خدت الكي الاول وخلت المشارك رقم 6 وفيليب يمسكوا ايدين بعض. وبعد كده اللعبه استمرت ولحد دلوقتي جمعوا بس 90 دقيقه، فاضطروا يفكروا في تحديات اقوى. ولما ساره بقت الملك قالت لتشونجا انها تحارب المشارك رقم 6، والقتال بدأ وكان واضح ان تشونجا عندها تدريب لانها كانت بتغلب رقم 6 مره بعد مره. وللاسف اصابه ايديها من عرض المواهب بدأت توجعها، ورقم 6 استغل الفرصه وسيطر عليها، وقع تشونجا وبدأ يضربها بقوه، واضطر الباقيين يتدخلوا ويمنعوه من قتلها، وده جاب لهم 50 ساعه. وبعد كده المجموعه اتكلمت في انهم ازاي يكملوا اللعبه لان في ناس خايفه على سلامتها. فيانج اقترحت قاعده جديده، وهي انهم يقدروا يرفضوا التحدي بس هيتعاقبوا بالكهرباء. طب ما تخلوا العقاب ان اللي يرفض ياكل بصله، على الاقل نوفر في فاتوره الكهرباء. المهم ان اللعبه استمرت تاني يوم وتشونجا انضمت لهم برغم ان عندها اصابه، وساره بقت الملك تاني وطلبت من جين طلب فاختار يرفض واتكهرب. المجموعه قلقانه لما لاحظوا انه فقد الوعي وبل هدومه، بس اعترفوا ان ده ضروري لما شافوا انهم كسبوا 60 ساعه بسببه. وتاني يوم كملوا اللعبه ويانج اعلنت انها تقلب عمله معدنيه، والمشارك رقم 6 وتشونجا لازم يخمنوا هتقع على اي وش، ولو غلطوا هيتصعقوا.
فرقم 6 خمن صح لكن تشونجا لا، فاتكهربت وبلت هدومها كمان، وده جاب لهم 48 ساعة. وفي اليوم اللي بعده بقى شهر من بداية العرض، وصار الحظ بيلعب معاها وبقت الملك تاني، وخلت تشونجا وجين سو يضربوا بعض بالقلم لحد ما واحد يستسلم. وبما ان تشونجا قوية جدا، جين سو استسلم بسرعة واتكهرب تاني. وبالليل سانجوك نادى على تشونجا وجين سو لاوضته عشان يقول لهم ان اللعبه دي مغشوشه، ولاحظ ان الادوار العليا ضدهم لما شاف يانج بتغطي العمله عشان تغير النتيجه، وقالوا لفيليب واللي طلب منهم ما يقولوش حاجه لحد ما يلاقوا دليل. وبعدين فيليب قبض على يانج وهي بتغش في الكور، وكانت بتحط اسيتون على كره الكي عشان تبقى لزجه وتلاقيها بسهوله في الصندوق، وقال لها ان في ناس شاكين فيها فلازم تتصرف كويس لو عايزه تبعد عن المشاكل. وتاني يوم الكل اتفاجئ لما سانجوك بقى الملك، وامر يانج تعمل قرعه بين 2 من اللاعبين، واتاكد انها ما تغطيش العمله المره دي. فصار خمنت غلط وفيليب استعد عشان يكهربها، بس المشارك رقم 6 زقوا على الارض وكهربوا بدلها، وقال ان الجمهور بيحب المفاجآت. وفي فلاش باك بيوري وصول المشارك رقم 6 وكان بياكل ومهتمش انه وقع كاتشب في كل حته، واختار كارت عشوائي، وفي اول ليله طلب بس مخده. وفي الوقت الحاضر فيليب صح في اوضه ساره، والمشارك رقم 6 شرح له ان الدنيا ماشيه تمام، وبما ان فيليب ذكي فالمفروض ينضم للادوار العليا بدل ما يدافع عن الخسرانين من تحت. ففيليب ما كانش قدامه خيار غير انه يوافق، لانه لاحظ ان رقم 6 اشترى صاعق اقوى بكتير. وبعدين رقم 6 حط قفص على الجهاز اللي في الساحه الرئيسيه ودمر كل الاجهزه في الادوار السفليه. وبعد كده الادوار العليا اعلنوا ان الادوار السفليه هم اللي هيشتغلوا بس، ولو رفضوا مش هيلاقوا اكل، ولو جمعوا وقت كافي عن طريق الالعاب اللي الادوار العليا هيختاروها هيقدروا يشتروا علب الاكل او حاجات، وكل عمله تساوي 3 ساعات. ولما تشونجا حاولت تعترض المشارك رقم 6 هددها بصاعق كهرباء قوي، وسانجوك حاول يهاجمهم فرقم 6 رماه على الارض وكهرب تشونجا لما حاولت ترد. وبعدين رقم 6 داس على رجل سانجوك وده جاب لهم ساعات كتير. وفيليب شرح لهم خطة الترفيه الجديدة، وكتبوا ألعاب مختلفة على الكور، والأدوار السفلية لازم يختاروا كرة علشان يحددوا لعبة كل يوم، وكل لعبة مصممة عشان يكون فيها فايز والخسرانين هيتعاقبوا. فجينسو اختار كورة، ولعبة النهاردة كانت استغماية بس بطريقة مختلفة، وهي إن كل لاعب بيغطي جزء من جسمه بجلد قبل ما يستخبى، وبعدين الأدوار العليا بيدوروا عليهم ويضربوهم لما يلاقوهم. فتشونجا وهي مش واخدة بالها ضربت المشارك رقم 6 بالغلط لما اتفزعت، فرقم 6 بدأ يضربها بقوة لدرجة إن فيليب اضطر يوقفه، ومونيونج وسانجوك نزلوا بسرعة، فجينسو بقى الفايز، والخسرانين اتغطت وشوشهم بالشريط اللاصق، وجينسو ربطوا عينه بشريط علشان ما يبقاش شايف حاجة، وبعدين ادوله مضرب ولازم يلف حوالين نفسه كام ثانية وبعدين يضرب حد عشوائي. فسانجوك كان المسكين اللي اتخبط وبينزف على الأرض، واللعبة جابت لهم 26 ساعة، وده يساوي 9 عملات، بس لازم يكتبوا على ورقة هم عايزين كام، ولو المجموع زاد عن 9 مش هياخدوا حاجة، وما يقدروش يتكلموا مع بعض، فالموضوع معتمد على الحظ. ولحسن الحظ كل واحد كتب 2 ما عدا جينسو اللي كتب 1 بس، وفي الليله دي ما اكلش بس شرب ميه. وتاني يوم اللعبه كانت 20 سؤال، وبيكون عباره عن ساره تفكر في حاجه والادوار السفليه لازم يخمنوها، ففكروا ان تشونجا ممكن تتمرد لو خدت المضرب، فالثلاثه التانيين جابوا غلط عن قصد عشان يخلوا تشونجا تفوز. للاسف عشان عينها متغميه فانتهت بضرب مونيونج، والارقام اللي اختاروها النهارده جمعت 10 عملات فمش هياخدوا حاجه. وفيليب قال لهم ان اللي هيمشي الاول هياخد عمله، بس رفضوا يتحركوا. والمشارك رقم 6 عرض 10 عملات، ومونيونج قبلت وقالت انها بسبب مرض السكر عندها. والليله دي جينسو ما اكلش تاني وبدا يهلوس ان الادوار العليا بيظهروا عند شباكه وبيتريقوا عليه. وبعد كام يوم من الالعاب دي وسانجوك قدر يخبي ورقه في جيوب تشونجا وجينسو، وخطته كانت انه يدي اشاره عشان التانيين يجي لدوره باستخدام الفتحه اللي في المكان. وتاني يوم فيليب همس لجينسو ان الفتحه بيطلع منها صوت، ده خلاهم يعرفوا ان حركته هيخلي الادوار العليا يعرفوا، بس قرروا يكملوا الخطه. ووقت اللعب سانجوك قال ان معدته بتوجعه ودي كانت الاشاره. وفي الليل تشونجا وجينسو راحوا للدور الاول، وسانجوك بدا يصرخ في اوضته ويطلب المساعده، والادوار العليا نزلوا يشوفوا، والباب كان مفتوح، والمشارك رقم 6 خمن انهم وراهم، ففاجئهم وبدا يضربهم بمضرب، وحصل قتال رهيب بدا فوق اكياس الزباله. وسانجوك قدر انه يعض رجل رقم 6، وجينسو فتح الباب عشان يهرب، لكن ساره كانت مستنياه بصاعق، ورقم 6 اخدوا منها واستعد يعاقبهم، لكن فيليب صرخ انهم يتحركوا، واتضح انه شال البطاريه من الصاعق لما كان بيتعشى مع الباقيين في الدور الثامن. ودلوقتي تشونجا قدرت تضرب رقم 6 وتوقعه. وفي فلاش باك جديد بيوري وصول تشونجا، واوضه رقم 2 كانت الوحيده الفاضيه ليها، واول ما وصلت بدات تتمرن. في الوقت الحاضر في الادوار السفليه ربطوا الادوار العليا، وسانجوك استغل الفرصه وضرب المشارك رقم 6 كذا مره كنوع من الانتقام. وفيليب ما بررش افعاله وقال انه اسف، فقرروا يسيبوه حر، والتمرد ده جاب لهم ساعات كتير كمان. وبعد كده قفلوا الادوار العليا واستخدموا الدور الثامن كاوضه مشتركه، وبما انهم ما يقدروش يطلبوا اكل وشرب طلبوا مجموعه كيماويات عشان يصنعوا الكحول بنفسهم. وفي الليله دي قعدوا حوالين النار وتخيلوا ان عندهم اكل احسن. وتشونجا اعلنت ان العرض عدى الخطوط الحمراء وعايزه تنهيه اسرع، فعرضت انها تدفع الفلوس اللي سانجوك محتاجاها عشان يكمل المليار من جائزتها.
والمجموعة وافقت وبدأوا يقضوا وقتهم في الراحة وأكلوا كويس، لكن اتأكدوا إنهم يطعموا الأدوار العليا اللي لسه مربوطين. ولما كان فاضل بس 9 ساعات ودعوا بعض واتمنوا لبعض حياة سعيدة. لكن في نص الليل الساعة اتصفرت ورجعت ل 45 ساعة، والأدوار السفلية شافوا المساجين بس مفيش حاجة غريبة كانوا يقدروا يستخدموها للتسلية. وتاني يوم الصبح الساعة بقت 52 ساعة والكل صحي على صوت صراخ يانج، وراحوا يشوفوا مالها واكتشفوا إن حد خلع سن من بقها. فجين سو شك وجري على المشارك رقم 6 فشال جزمته واكتشف إن كل ضوافر رجله متشالة. وتشونج سألته ليه ما قالش، فقال لها تسأل أصحابها. فبدأت تشك في الكل وطلبت اعتراف من اصحابها وفيليب اتهمها. وبعدها تشونجا اللي بقت شكاكه حبست جين سو وفيليب وسانجوك في اوضهم ووعدت انها تبعت لهم الاكل، وسمحت بس لمون يونج بالخروج عشان تهتم بالادوار العليا وانها تضطر تاكل مجموعه مساجين. فده اثر على صحه مون يونج النفسيه وبدات تهلوس، وافتكرت ان يانج وساره اتحرروا فراحت لرقم 6 عشان تقول له. فرقم 6 استغلها وقال لها ان تشونجا هي اللي اخذت ضوافره وهتقتله قريب. وفي فلاش باك بيوري وصول مون يونج بلبس شكله للمسرح، وكانت متردده بس وافقت تشارك. وفي الوقت الحاضر مون يونج صحت لقت اللعبه خلصت والكل بيحتفل، لكن تشونجا ظهرت قدامها بتنزف وبتقول انها هتقتلها، وبيحصل قتال عنيف حواليها وبعد كده اتضح انه هلوسه تانيه. وبعدين بدأوا يفكوا رقم 6 وبعدها حرر الباقيين، والفوضى بقت الساحه الرئيسيه وبقى بيعاقبوا الادوار السفليه على تمردهم. ورقم 6 بيشكر مون يونج. وبعدين رقم 6 اشترى مسدس و4 رصاصات وطلب يعرف مين اللي خد ضوافره، ولان محدش اعترف قال انهم هيلعبوا لعبه اسمها الرولت الروسي. فتشونجا كانت محظوظه وما جالهاش رصاصه، فرقم 6 ضربها بمضرب. وفي دور فيليب اتصاب في رجله، ولما رقم 6 كان هيضرب سانجوك فجين سو جات له فكره انهم يشتروا تسجيلات الكاميرات عشان يعرفوا مين عملها. فساره ورقم 6 جروا للدور الثامن واشتروا التسجيلات واكتشفوا ان سانجوك هو اللي خد الضوافر. فرقم 6 غضب وكان عايز يقتل سانجوك، بس ساره ما كانتش عايزه اللعبه تنتهي فكهربته وخلته يقع من السلالم واتكسر له عظم كتير. وبعد ما خدت المسدس ساره ربطت الكل وحبستهم في اوضهم وشرحت لهم انها بتحب المكان ده ومش عايزه تمشي ابدا، واشترت تسجيلات كل الاوض وبتقرر انها تقضي وقت مع نفسها. وتاني يوم ساره عرفت انهم عملوا كل انواع العنف اللي يقدروا عليه، فاحتاجوا يعملوا حاجه جديده عشان يكسبوا وقت اكتر، واختارت تعذيب الحرمان من النوم. يعني سانجوك وتشونجا وجين سو وفيليب مربوطين على كراسي وحاطين ميه حوالين رقبتهم وادوات بتخلي عينهم مفتوحه، وكمان اضطروا انهم يتفرجوا على مشاهد عنيفه طول اليوم. ويانج ومون يونج بيتعاملوا كمشرفين عليهم. اللاعبين بداوا يترجوها وبيعتذروا عن كل افعالهم. وفي النهايه جين سو بدا يهلوس وفكر ان الباقيين بيرقصوا حواليه، وساره قضت وقت بتتفرج على الادوار السفليه وهم بيتعذبوا. وبعد كام يوم حست بمشاعر غريبه وقررت تعمل لوحه كبيره عن الموضوع، بس طلعت صورتها بس ولسه محتاجه اكتر واشترت كلب. ودلوقتي يانج لازم تنظف ورا الحيوان كمان وده بيضايقها. والمره اللي بعدها لما راحت تشوف سانجوك فاعتذر لها انه خد سنتها، بس هي ما اهتمتش لانها فاهمه انه محتاج فلوس. ولما سمع ده فسانجوك قال لها انه ممكن يغير الاوض. وفي فلاش باك بيوري ان سانجوك كان مهرج وعنده بنت مريضه ومش قادر يدفع فواتير المستشفى فطردوها، وبيكون يائس عشان يساعدها. وبعدها سانجوك خد تأمينه وبعدين حاول ينهي حياته في الشارع عشان يبان انه حادث. واللحظه دي اتقطعت لما الليموزين جت وخدته، ولما وصل للعرض اختار الدور الاول عشان رجله تعبانه واستخدم الجهاز وسأل لو ممكن يغير الاوضه. فالشاشه قالت له ان ده بيكلف مليار وعشان كده كان بيطلب مليار طول الوقت، وخطته كانت دايما انه يغير للاوضه رقم 8. وفي الوقت الحاضر جين سو بيهلوس انه تحت المايه في حمام سباحه، ويانج بتفوقه وبتقول له ان سانجوك عنده خطه عشان يوقع ساره وهي ما بتعرفش تنام، فبيبقى عندهم فرصه صغيره بعد ما تخلص جلسه الجولف اليوميه بتاعتها. ولما بتسيب المسدس عشان تدخل تاخد شاور، وبما ان يانج هي اللي بتغامر بحياتها عشان تعمل كل ده فهي اللي هتختار الاوضه الاول. وجين سو وافق يساعدها وكمان تشونجا وفيليب انضموا. واما مون يونج بيكون عندها ظروف صعبه ويانج وافقت تضمها مقابل انها تشارك. ومون يونج اللي كانت ممتنه ليها وبدات تحكي قصتها انها كانت متجوزه دكتور غني لكنه ما كانش بيحترمها وخانها. وبعدها مون يونج لجأت لشخص غريب لكن للاسف استغلها وسرق منها فلوس، وده خلى جوزها يرفع عليها قضيه وبتكون حاسه بالذنب. فيانج قربت منها وحضنتها، لكن للاسف ساره شافت الستات وهم بيقربوا من بعض وده خلى عندها شكوك، وخصوصا لما لاحظت ان يانج بقت متحمسه قوي لموضوع الجولف. ويانج اقنعتها تلعب على اي حال. وهم في الساحه الرئيسيه مون يونج حررت الباقيين، بما انهم مربوطين لفتره طويله كان صعب على اللاعبين يمشوا، وكلب ساره بيهوهو على الحركه في السلالم. فساره قررت تشوف في ايه، فمون يونج وجين سو استخبوا في الدور السادس. واول ما شافهم المشارك رقم 6 بدا يعمل دوشه، فساره جهزت مسدسها قبل ما تفتح الباب، ولما كانت هتضرب نار يانج ضربتها بمضرب الجولف واغمى عليها. وفي فلاش باك جديد بيوري ان يانج كانت بتشتغل في جراج عربيات وكان عليها انها تتعامل مع عملاء كتير وحشين، وبيكون واحد من العملاء دول كان زميل دراسه سابق اتريق عليها عشان حلمها كان انها تبقى نجمه موسيقى،
وانتهى بها الحال في جراج عربيات. وفي الوقت الحاضر سارة بتكون مربوطة والباقيين بيعيطوا لانهم اخيرا اتحرروا. ومون يونج بتفكر يانج بحالتها وطلبت معدات طبية عشان تستخدمها للمشارك رقم 6. اشتغل بياع عربيات ومديره زعق له عشان بيمضي توقيعات في وقت الشغل، وفي الاخر رقم 6 ضربه. ولما مون يونج خلصت شغلها فجين سو قال انهم لازم يستخدموا فلوس سارة عشان يدفعوها عشان يغيروا الأوضة، لكن سانجوك قال انه كان بيوفر للحظة دي وعايز يعملها بجهده. فسانجوك طلب التغيير من الجهاز لكن بس ولقى ظرف في الفتحة، واتضح ان المليار بس بيجيب لهم التعليمات عن ازاي يعملوا التغيير، وان كل أوضة لها سعر فردي، وكل ما الدور يعلى السعر يعلى، والأوضة رقم 8 بتكلف 340 مليار، فالكل بينهار. وفي فلاش باك بيوري ان فيليب كان كاتب سيناريو واعماله كانت بتترفض لانها واقعية زيادة عن اللزوم، والمنتج قال له ان الناس عايزة تهرب من الواقع القاسي عن طريق قفل عقولهم مع ترفيه ملوش معنى، وان ده اعتبره اهانة للجمهور. وتشونج كانت بتشتغل في البناء وواحد من زملائها اتصاب لان رئيسهم خلاها يشتغل زياده عن اللزوم، وكان محتاج عمليه عشان يعيش، وتشونج عرضت كل الفلوس اللي كانت محوشاها عشان تدفعها. وفي الوقت الحاضر سانجوك اعلن انه مش عايز يمشي من غير الفلوس لبنته واخد المسدس وربط الكل. ما هي اصلها شغلانه بقى كل واحد يربط شويه. المهم ربط الكل والساعات بتزيد وساره بتضحك، وهي كانت فنانه مشهوره ومسيرتها اتدمرت لان محدش كان بيشغلها تاني، وكانت بتظهر بره معارض فخمه عشان تقدم عروض مقابل تبرعات، لكن الناس كانوا بيدوها عملات معدنيه بس. لما كل اللاعبين اتربطوا على كراسي سانجوك ربط حبل من حيط لحيط عشان يمشي عليه كأداء خاص، ولما كان هيخلص اتزحلق من الحبل. احسن تستاهل، لكنه لحق نفسه في الوقت المناسب ووصل للنهايه، وده جاب له ساعات كتير. فاللي معاهم فهموا انه بيفشل عن قصد كجزء من العرض، وبعد كده نط على الحبل وهو عمل انه بره وطلع عالي علشان يمسك الكاميرا، وللاسف وزنه كان زياده والكاميرا وقعت واتكسرت على الارض وبدات حريقه. فسانجوك قدر يمسك في الحبل لكام ثانيه لكنه اتزحلق ووقع في النار. وجين سو وتشونجا وفيليب حاولوا يفكوا نفسهم من الكراسي لحد ما قدروا وجروا علشان يطفوا الحريقه، وبعدين حرروا مون يونج اللي قالت انها ما عندهاش حاجه لعلاج الحروق الشديده دي. فتشونجا حاولت تفتح الباب الامامي بس مفيش فايده، وجين سو بيطلب المساعده من الجهاز لكن كل اللي بياخدوه هو ساعات زياده. وفي اللحظه دي جين سو فهم انهم لازم يوقفوا الترفيه، فبدا هو وتشونجا يدمروا كل الكاميرات لحد ما بقى مفيش ولا واحده شغاله، والباب لسه مش بيفتح بس الفتحه بيظهر كاميرا. وبعدها جين سو بيجري عشان يكسرها والساعه وصلت للصفر، واخيرا الابواب فتحت، بس للاسف فات الاوان وسانجوك اتاسف عن كل حاجه ومات في الساحه الرئيسيه، وساره بتكون شايفه ان دي النهايه المثاليه. وجين سو جري بره ولقى المسرح والسماعات بتشغل تسجيل لجمهور بيسقف، وبيلاقوا مباركه ليهم على الفوز، ووعدت ان الفلوس هتظهر في حساباتهم البنكيه. وبعدين الشاشه الكبيره بتعرض كلمه النهايه، وبعد كده المجموعه مشيت وعرفت انهم كانوا جوه لمده 2.5 شهر. فتشونج حاولت تنهي حياتها بس الرباط اللي استخدمته اتقطع وفشلت، والكل كان عنده الفلوس اللي كسبوها في حساباتهم البنكيه، وجين سو خد نص المبلغ بس بسبب الكاميرات والمكسوره. وبعدها جين سو عمل جنازه لسانجوك وحط لافتات كبيره في الشوارع عشان يلفت انتباه اللاعبين التانيين، وتشونجا ويانج ومون يونج بيحضروا الجنازه، لكن المشارك رقم 6 بس بعت ورد. وجين سو قال للستات انه زار عيله سانجوك، لكن فيليب سبق ولقاهم وادالهم فلوس وقال لهم ان سانجوك شغال بره البلد. وتشونجا اعترفت انها حاولت تعمل نفس الموضوع لكن ما قدرتش تلاقي العيله زي ما عملوا. ومون يونج قالت لهم اخر الاخبار عن ساره، وانها خربت معرض فني واتحبست. اتحبست ايه؟ ده المفروض ينفوها. وبعد الجنازه المجموعه رجعت لحياتها الطبيعيه، وفي الوقت ده فيليب اخيرا قدر يبيع سيناريو اسمه العرض الثامن، وبيكون مبني على الاحداث اللي حصلت. ودي بتكون نهايه مسلسلنا النهارده. قولوا لنا رايكم في المسلسل في التعليقات، ولو عجبكم فيديو النهارده اعملوا لايك واشتراك علشان تشوفوا ملخصاتنا اللي جايه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.